هلا بنات، شلونكم؟ تعالوا هنا اصور لكم روتيني العصري. ابو علي كان بالشغل وكنت موصيته على كم شغله، فهنا أنا بديت اعزلهم والفواكه غسلتها، ومن بعدها راح ابلش بالعشاء. كان على طلبهم رادوا بيتزا. هنا أنا عجنت العجينه وخليت عليها بيضه، من بعدها راح احل الخضره واغسلها. هنا بنات هذا الجدر تلقونه بالمشتريات على قناتي، فيديو كامل اسمه قناتي على اليوتيوب يوميات ايو. روحوا هناك تابعوني، انشر فيديوهات كلش حلوة، انشر روتينات بنات ومشتريات كلش راح تعجبكم الفيديوهات. روحوا هناك تابعوني. مثل ما شفتوا البامية خليت البنات يقلمونها الي ومو تقليم، الله يستر الذبح. هنا أنا حليت الخضرة ولقطتها وراح انقعها واغسلها، ومن بعدها راح اسوي وجبة اكل لعلي. قشرت له ربع من التفاحة بنات، مو كلها، ربع من عدها، وسلقتها وهنا أنا هرستها، بس للأسف ما أكلاها. صاير شنو أسوي له؟ ما ياكله، باقي بس على السريلاك وصاير ما ياكله بصعوبة. اكتبولي يا بنات شلون عودتوا أطفالكم على الأكل. هنا أنا يا بنات العجينة اختمرت، ثقبتها بالشوكة حتى ما تنتفخ، وهنا كملتها وراح أخليها بالفرن. شاعلته بوقت حتى يحمى لأن الكهرباء ضعيفة. وهنا أنا البامية عزلت الناعمة من الخشنة حتى من أطبخها ما تنمرد الناعمة والخشنة تبقى ما تستوي. هنا أنا البيتزا كملت، وسهمنا وسهمكم العافية. وإذا أنتم من محبين البساطة لا تنسون تضيفون حسابي وتابعوني على اليوتيوب، وكل الهلا بيكم يا بنات.